السلام عليكم. النهارده جايين في فيديو، يا رب الفوكس يبقى مظبوط عشان اول مره اصور لوحدي وجاي لك وانا حابب قوي فكره مبدأ عدم الاعتماديه، وان انت تكون معتمد على نفسك. فحابب اقول لك ازيك، عامل ايه؟ ان شاء الله يبقى كله حلو. ايه الاخبار؟ كله حلو. اتمنى ان انت تكون لذيذ وكويس ومستعد للتوبيك اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. انا لسه راجع من الكليه وجي في دماغي ان انا حابب اتكلم عن كونسبت معين كده اتعلمته، وحابب اشارك رايي فيه عشان مش هو الراي اللي دايما متعارف عليه من ناحيه الموضوع ده. طبعا انت دوست على الفيديو ودخلت تتفرج عشان التايتل بتاع الفيديو ازاي تبقى غني بجد. طب ايه بقى اللي انا جاي اتكلم فيه عن الموضوع ده؟ طبعا انت هتيجي تسالني تقول لي يا عم يوسف، يا ترى ازاي ابقى غني؟ يا ترى ازاي ابقى غني؟ يا رب ينزل في ميعاده، بس عشان في الاسبوع ده شويه تاخيرات حصلت، لان انا صورت الفيديو ده مره في الاول وكنت بصور بمايك تاني غير الاولاني اللي انا كنت بصور بيه، والمايك التاني طلع فيه مشكله فجبت مايك تالت. فان شاء الله الفيديو يبقى حلو والفوكس يبقى لذيذ، عشان دي اول مره بصور لوحدي وجاي لك من الكونسبت بتاع ان انت تكون شخص غير اعتمادي. وحابب ابتدي كلامي من النقطه دي. ازاي يا عم جو، ازاي يا عم يوسف، ازاي ابقى غني بجد؟ حاجه اقول لك، يلا بينا نخش في الموضوع. طبعا في بلوت تويست كما هو متوقع للفيديو ده، وانت طبعا عارف ان انا مش جاي اديك طريق ان انت تبقى غني بسهوله، او ان انا مش جاي اديك شفره GTA مثلا، او ان انا مش جاي اديك حاجه سر اعظم. انا جاي اقول رايي من منظوري الخاص. ايه هو اصلا مفهوم الغنى في وجهه نظرنا كمجتمع، وفي وجهه نظرك كشخص، وفي وجهه نظري انا كيوسف كشخص متواضع، وجهه نظري المتواضعه من ناحيه الموضوع ده، لان هي مش زي المتعارف عليه عموما. ففكره ان انت ازاي تبقى غني دي دايما هتلاقي فيديوهات ازاي تبقى غني، والكونسبت بتاع اصل ان انت مثلا تعمل فلوس وانت نايم بدل ما تأجر وقتك. كل الكونسبتس دي احنا مش هنتكلم فيها خالص. اللي انا هتكلم فيه النهارده هو الكونسبت بتاع ازاي تستغنى. طيب انا قصدي تعالوا بينا بقى نخش في الموضوع. طيب تستغنى عن ايه؟ تستغنى عن الخوف من اراء الناس. الخوف من اراء الناس اللي في معظم الاحيان بتكون مستغله، عشان لو ركزت معاهم ووافقتهم هتعيش حياتك كلها بتعمل اللي هم عايزينه مش اللي انت عايزه. وحتى على مستوى الاخطاء على فكره، انت هتغلط الغلطات اللي هم عايزينك تغلطها، مش الغلطات اللي انت قررت ان انت تغلطها. المفروض ان انت انسان طبيعي بتغلط عادي، بس الاخطاء والغلطات اللي انت مقرر تغلطها مش اللي غيرك مقرر يغلطها او اللي مورطك فيها، عشان تنول رضاه. ولما تيجي بتستغفر في المواقف دي ما بتستغفرش ربنا، انت بتستغفر الشخص ده، بتلتمس الرضا او العذر من الشخص ده. فمن الاخر اللي انا جاي اتكلم فيه ان انا مش مؤمن بفكره الوعي الجماعي، انا مؤمن بفكره الوعي الفردي. عشان في الاول وفي الاخر انت هتحاسب على فواتيرك انت، مش على فواتير غيرك. بس انت دلوقتي بتساهم في فواتير غيرك وهم ما يستاهلوش ده. عشان تستغنى برضو لازم تفضل طول حياتك تتعلم مهارات جديده، تتعلم حاجات جديده في حياتك، تطلع على مجالات جديده، تزود من ثقافتك في كل مجال في الدنيا انت حاسس ان انت مش ملم بيه كفايه. وفي نفس الوقت المهارات دي تساعدك على مستوى احتياجاتك الشخصيه والثقافيه، زي انك تتعلم تخدم نفسك في الاطار الشخصي في البيت وبره البيت، عشان حياتك ما تقفش بسبب عدم وجود مقدم للخدمه، سواء مثلا زي الطباخ او السواق او حتى عامل الصيانه اللي بيجي لك يصلح حاجه في الشقه مثلا. وكمان ده بيكسبك القدره على ان انت تساعد غيرك في ازماتهم، كمان بتستغنى عن ان حد معين يساعدك، وفي نفس الوقت بيفيد منك وبتساعد غيرك برضه، وبالتالي هتكون حر وتقدر تستغنى من غير خساره ولا احتياج ولا مادي ولا نفسي. وكمان تقدر تعمل فلوس لما تحب تفعل المهارات دي، او لما تحب تستغل المهارات اللي انت اتعلمتها دي علشان تساعدك في شغلك او في البيزنس بتاعك، او لما حد معين يطلبها في شغل معين فتزود بيها دخل. الاستغناء اهم من ان انت تكون غني ومعاك فلوس كتير، عشان تجميع الفلوس من غير ما يكون عندك القدره على ان انت تستغنى عن حاجات معينه وان انت تحمي حريتك بتخليك مجرد جوكر. كارت بيكسب طول الوقت وكل حاجه، بس المكسب مش ليه، بيكسب كل اللي حواليه لما يتلعب بيه او يستخدم. ولما يحاول يكسب هو بيتراجع، والخوف بيأيده لانه سمح للناس ان هم يستخدموه ويلعبوا بيه ويبقى كارت قابل للحرق والتدمير. ده محتاج من كل واحد ان هو يتمسك بالحريه في اطار القيم الانسانيه، وانه يكون يقظ وفاهم ان هو كائن حي قابل للتطور، وبالتالي مسؤول عن تطور وعي. واقوى درجات الوعي هي انك تحرص على ان انت يكون عندك وعي فردي مش وعي جماعي، عشان توصل لحريه امنه تجذب لك السلام النفسي والامان المادي. ده بصراحه المفهوم بتاعي او وجهه نظري في موضوع الغنى ده. انا بالنسبه لي لو حد غني وعنده فلوس كتير جدا، هنحط مثال مثلا للموضوع ده ان حد مثلا يكون اتولد في ايده مصدر معين للفلوس، مش بيتعب او ما عندوش سكيلز معينه او مهارات معينه مخلياها هي اللي بتجيب له الفلوس دي. فالشخص ده انت لو خدت منه المصدر بتاع الفلوس ده، او لو خدت منه الفلوس اللي معاه دي كلها، في الاول وفي الاخر مش هيعرف يسرفايف، مش هيعرف يكمل حياته من غير المصدر ده، مش هيعرف
يكون عنده اي طريقه ان هو يكمل طول ما هو كان معتمد، كان ديبندنت. عشان كده بدات الفيديو بموضوع الاعتماديه ده. الشخص ده بيكون معتمد، مش هيعرف يسرفايف من غير المصدر بتاع الفلوس ده، مش هيعرف يسرفايف من غير الحاجه اللي هو معتمد عليها. لو حد من الناس اللي ناجحه في المجتمع عموما، او الناس اللي ابتدت من الصفر، دايما بيكون ما عندهمش تخوف من فكره ان هو يخسر كل الفلوس بتاعته اللي في الدنيا، او ان هو يخسر نص فلوسه مثلا، او ان هو يخسر مبالغ ضخمه. ما بتكونش حاجه مؤذيه بالنسبه له قوي، لان هو عنده القدره، عنده السكيلز ان هو يعمل ده تاني، عنده الامان المادي، وعنده المهارات الكافيه ان هو يقدر يسترجع ده تاني، لان هو بنى ليجاسي، بنى ارث، يقدر الارث ده يجيب له فلوس تاني. هو نفسه معتمد على نفسه، مش معتمد على حاجه تانية بتدرله فلوس. زي مثلا فكره ان انت لو جبت حد ناجح جدا جدا جدا، اسمه كبير مثلا، او حد عامل ليجاسي فعلا، او ارث في الحياه عموما، زي رونالدو مثلا، او زي ايلون ماسك، او زي بيل جيتس. الناس دي انت لو خدت كل الفلوس بتاعتها اللي في الدنيا، الناس دي ستيل هتعرف تجمع الفلوس دي تاني في وقت قليل جدا، لان الناس دي اوريدي قيمتهم عاليه بمهاراتهم وبالحاجات اللي هم يقدروا يعملوها وبالافكار اللي جوه دماغهم. برضو علشان ابقى اقتبست من كتاب، هحاول ان انا كل فيديو اتكلم على كتاب معين. كان في كتاب اسمه اغنى رجل في بابل، او The Richest Man in Babylon. الكتاب ده كان بيتكلم عن راجل اللي هو المفروض ان هو اغنى راجل في بابل، يعني كان بيدي نصايح لبعض الناس يعني. فالكتاب كله كان بيدور، مش هتطرق الى الكتاب نفسه، بس الكتاب كله كان بيدور الى 7 نقط. بالسبع نقط دول انت هتكون غني، بالسبع سكيلز دول انت هتكون غني، مش بان انت تكون معتمد على مصدر دخل معين. ولكن في الكتاب الراجل اللي هو اغنى رجل في بابل ده كان بيوضح ان هو بعت ابنه لمكان تاني خالص بعيد عنه، وما ادالوش اي فلوس، واداله ال7 نصايح دول عشان هو اتعلم من ابوه المهارات اللي تأهله فعلا ان هو يكون غني في المكان التاني ده. فتاني بالنسبه لي اهم سكيل في الدنيا، وهي دي الاساس لفكره ازاي ابقى غني، هي انك تستغنى، هي انك تعرف تسرفايف في اي بيئه في الدنيا بمهاراتك وبقيمتك الذاتيه، مش بحاجه انت معتمد عليها بتحقق لك السلام النفسي او الامان المادي ده. ان انت تستمد طاقتك وقوتك من قيمتك، مش معاك فلوس قد ايه. وحابب انهي الفيديو عند النقطه دي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا رب ان شاء الله ما يكونش في اي تكنيكال ايشو الفيديو ده كمان ولا حاجه. واتمنى تكونوا استمتعتوا. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه عشان تشوف كل الفيديوهات اللي جايه. ان شاء الله هننزل فيديو كل اسبوع. ولو حابب تدعم الشانل، الموضوع بسيط، انت ممكن تعمل شير للفيديو بس كده. اشوفكم في فيديو جديد. وحابب ان انا اسمع ارائكم لموضوع ازاي تبقى غني ده في الكومنتس. ايه منظوركم عن فكره ان انا ازاي ابقى غني؟ ايه الكونسبت اللي جوه دماغكم؟ ايه اللي انتوا بتسعوا اليه في المستقبل؟ هل استفدتوا من الفيديو ده حاجه؟ هل الموضوع فتح معاكم؟ اكتبوا لي كل ارائكم في الكومنتات، واي اسئله انا هحاول ارد عليها في الفيديوهات اللي جايه. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم. سلام عليكم. أول مرة أصور لوحدي يا رجالة، إن شاء الله تبقى تجربة ناجحة وليست بتجربة فاشلة.